بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنبتدي كلامنا في فيديو مختلف شويه. طبعا احنا كنا متعودين ان احنا عندنا على التشانل سواء على يوتيوب او على تليجرام، فاحنا كنا بنتكلم مثلا في حاجه يا اما تكنيكاليتي او مثلا بنستضيف حد نسجل معاه بودكاست في اكتر من تخصص وهكذا. النهارده بقى ان شاء الله هيكون يعني ايه فيديو مختلف شويه عن اللي احنا اتعودنا عليه، لان احنا هنتكلم عن فكره اصلا دخولك لمجال امن المعلومات او مجال السايبر سيكيورتي، خصوصا بعد التشتيت اللي حصل. مثلا اغلب الفيديوز تقول لك مثلا ابدا بالكورس الفلاني، ابدا بالكورس العلاني، ابدا بكورس اكس، ابدا في كورس واي، ولكن ما فيش حد كده بيقف معاك ويقول لك ان مثلا السايبر سيكيورتي ده لوحده هو اكتر من 10 15 تخصص. احنا ممكن نمسك كل تخصص او كل تراك، مثلا زي الاوفنسيف، فانت عندك البن تيستنج. البن تيستنج هتلاقي فيه ويب وفيه نتورك وفيه كلاود وفيه مش عارف اكتيف دايركتوري بن تيستنج، وفيه موبايل، والموبايل مثلا بينقسم عندك لاندرويد ومثلا و اي او اس، في تفاصيل كتيره جدا. فاحنا اللي احنا هنعمله هو مش فيديو رود ماب قد ما هو فيديو انا بستعرض لك التخصص بتاع السايبر سيكيورتي، وبقول لك لو انت عاوز مثلا تذاكر مثلا التراك الفلاني، المفروض دي ريكوايرمنت المفروض تكون عندك. ده اللي انا هبتدي ان انا ايه اعمله معاك. يعني انا مش هقول لك مثلا على ستيبس واضحه وصريحه تبتدي انت تمشي عليها، لا 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 لا. انا مثلا دلوقتي هبتدي اوضح لك. لو انت طيب، لو انت دلوقتي مثلا شخص خريج مثلا كمبيوتر ساينس، فانت بالتالي درست مثلا اساسيات الشبكات، درست مثلا اساسيات انظمه التشغيل، فبالتالي انت في ريكويرمنت هي اوريدي عندك. طب مثلا لو انت شخص جاي مثلا من حقوق او مثلا من تجاره او اداب وعايز تذاكر السكيورتي، فانت لازم تروح تذاكر البيزكس بتاعت الاوبريتنج سيستم، البيزكس بتاعت الشبكات، وهكذا. فهمتني؟ خصوصا برضو ان السكيورتي زي ما قلت لك هو مش تخصص واحد، لا ده عالم كامل في اكتر من مسار، وكل مسار هو ليه طبيعة شغل مختلفة تماما عن التراك التاني. يعني مثلا واحد بيعمل بنتستنج مثلا شغل يومي بيختلف تماما عن واحد مثلا شغال جي ار سي، شغال مثلا مختلف تماما عن مثلا واحد شغال سوك، والسوك مثلا بيشتغل برضو بطريقه مختلفه عن الدي اف اللي هو الديجيتال فورنسكس، واللي بيعمل مالوير اناليسيز هو برضو اللايف ستايل بتاعه او طريقه شغله مختلف عن واحد شغال سوك اناليست. فانت لو دخلت المجال ده وانت ما عندكش صوره واضحه عن التخصصات كلها، انت هتضيع وقتك، هتضيع مجهود، هتضيع فلوس، هتضيع يعني الحاجه الوحيده اللي ما بتتعوضش هي الوقت. انت لو قعدت مثلا سنه سنتين انت ماشي في تراك انت ما انتش محدده اصلا، فانت لا هتلاقي نفسك ضيعت مثلا 4 سنين بتوع الكليه ضيعتهم على الفاضي. فهمتني ازاي؟ انت ممكن تتعب سنه كامله في حاجه في الاخر اصلا تكتشف ان هي مش مناسبه لطبيعتك ولا لاهتماماتك، لمجرد ان هي مثلا خدت ترند، او لمجرد مثلا ان حد قال لك والله ايه ذاكر مثلا التراك ده فيه فلوس كتيره. طيب احنا بس هنتفق على بعض البيز لاين كده في البدايه او بعض البيزكس، ان اي مجال عامه فيه فلوس، دي طبيعه ما حدش يقدر ان هو ينكر. بس انت عشان توصل للفلوس الكويسه في اي مجال، لو انت شغال ايا كان اي الشغلانه بتاعتك او ايه هي الصنعه بتاعتك، فانت اللي لازم تكون متميز فيها او لازم تكون شاطر فيها. من الاخر انت لازم تكون اللاعب المحترف. جميل كده. فاحنا في الفيديو ده هناخد زي رحله كامله كده. هنتكلم في الاول عن الاساسيات اللي لازم اي حد يبنيها قبل ما يقرر يتخصص في اي حاجه اصلا، وبعد كده هنعدي على اهم التخصصات الموجوده في السكيورتي، زي مثلا البن تيستنج، مثلا السوك اناليست، الدي اف اي ار، الريفرس. كل الكلام ده هنبتدي ان احنا نمشي عليه ايه ستيب باي ستيب. وكل تخصص انا هقول لك التخصص ده مثلا شكل الستايل بتاعه عامل ازاي، ايه اللي بيحصل فيه، إيه مثلا اليوم بتاع الشخص اللي شغال الوظيفه دي بيحصل إيه في اليوم بتاعه ستيب باي ستيب، الريكوايرمنت مثلا او السكيلز اللي المفروض تكون عندك، الشهادات اللي معروفه في المجال ده، ازاي اصلا شكل المسار الوظيفي بتاعك هيكون لو انت دخلت فيه. وفي الاخر برضو ايه هنبقى مثلا نعمل زي ربع ساعه كده هقول لك برضو ازاي تقدر ان انت تختار التخصص المناسب لطبيعتك انت، مش لمجرد مثلا ان في حد قال ذاكر مثلا بن تيستنج او روح مثلا ديسبج هانتنج. كل الكلام ده لا لا، احنا هنستعرض الموضوع كده وانت اللي تقرر انت هتكمل في ايه بالظبط. فانت بقى ايه، هو الفيديو ده يعني اعتقد ان هو هيطول شويه، فانت مثلا ايه لا قوم بقى اعمل قهوه او شاي مثلا، لان هو الفيديو طويل، بس ان شاء الله يعني ايه هوفر لك شهور من التفكير والتشتت اللي انت ممكن تتعرض ليها. هو الفيديو ده انا عملته بناء على شغل انا في نيت رايدرز اكاديمي، فانا بتعرض يوميا، احنا عندنا اكتر من حوالي 60 الف طالب، فانا بتعرض يوميا لمشاكل الطلبه. المشاكل فعليا اللي هي موجوده
موضوع التشتت، هو مش عارف يبدا منين. طب الكورسات، طب الريسورسز الكتيره، طب التولز بتاعت الاي اي. طب انت هتعمل ايه في وسط الدوامه دي؟ انت واحد مثلا لسه مخلص ثانويه عامه وعايز تبدا مثلا تذاكر لكورسات الكليه. طب ما انت دلوقتي فتحت مثلا عايز تذاكر كورس معين، لقيت فيه 40 كورس، لقيت فيه 40,000 واحد، كل واحد بيجر دماغ مختلفه. طب انت هتعمل ايه بالظبط؟ في البدايه كده خلينا نتكلم على الاساسيات اللي مشتركه قبل اي تخصص. يبقى احنا اول بوينت هنتكلم عليها هنا الاساسيات المشتركه اللي المفروض تكون عندك قبل اي تخصص. طيب احنا عندنا في مصطلح التك اندستري او في الصناعه نفسها بتاعه التكنولوجيا بشكل عام، هي تحسها كلها ايه، منفذه على بعضها، يعني ده بيودي على ده وده بيودي على ده وهكذا. فاحنا قبل ما نتكلم على اي تخصص لازم نتكلم عن حاجه مهمه، الا وهي ان مفيش حد بيدخل بشكل مباشر في تخصص في السكيورتي وانت ما عندكش الاساسيات اللي هي العامه. طيب يعني انا دلوقتي مثلا تخصص زي البين تيستنج، ما في برضه هي في ليه برضه اساسيات. تخصص الشبكات مثلا ما هو ليه اساسيات برضه. فهمتني؟ التخصصات عامه او فكره ان انت تتخصص في حاجه دي عامله زي اللاير الثانيه او لاير 2. لاير 1 دي الاساس بتاع اي تخصص عامه في التك اندستري. في بعض الاساسيات اللي لازم تكون عندك قبل ما تقول انا هتخصص في المجال ده. الاساسيات دي لو هي مش عندك، لا انت حرفيا انت التراك بتاعك بالكامل هيبقى ضعيف. ما ينفعش مثلا تبني عماره والعماره دي هي معمول لها اساس قواعد وسميل وعمدان ضعيفه، ما ينفعش، هتيجي بعد فتره هتقع كلها. فهمتني كده؟ فانت هنا دلوقتي لو ما عندكش الاساسيات مهما اخترت تخصص ايا كان التخصص ده هتتعب فيه. ايه هي بقى الاساسيات اللي مشتركه قبل اي تخصص؟ اول حاجه لازم انت تكون شخص فاهم شبكات، يعني انت لازم تكون فاهم ازاي الانترنت والشبكات دي بتشتغل. يعني مثلا تفهم الاو اس اي موديل، تفهم مثلا السيفل لايرز بتاعته. طب السيفل لايرز دي مثلا اهني يعني كل لاير بتعمل ايه بالظبط، والتفاصيل بتاعتها ازاي، مثلا البرزنتيشن لاير دي بتغلف البيانات وتبعتها. طب مثلا دلوقتي ازاي مثلا تشفير البيانات بيتم، طب بيتم في اهني لاير بالظبط. طب الابلكيشن لاير اللي بيتعرض لها اليوزرز، طيب التفاصيل بتاعتها ايه. كل التفاصيل دي انت لازم تكون عارفها. يبقى خلينا كده ايه، ماشي تعالى كده. يبقى احنا دلوقتي اول حاجه عندك كده لازم الف ب بسم الله الرحمن الرحيم عشان تتخصص في حاجه. فانت لازم يكون عندك اساسيات الشبكات. طيب اساسيات الشبكات دلوقتي عشان انا اذاكرها مثلا اذاكرها منين؟ والله هقول لك على النقطه. لو انت عاوز تتخصص مثلا في تخصص زي البين تيستنج او كده، فانت ما انتش مضطر خالص ان انت تروح مثلا تذاكر سي سي ان اي ولا سي سي ام بي ولا الكورسات اللي هي التقيله دي. الكورسات دي موجهه لواحد هو عاوز يكمل الكارير بتاعه في الشبكات. لو انت مثلا عايز تكون نتورك سكيورتي انجينير او مثلا نتورك ادمنستريشن او كده، هقول لك بقى روح ذاكر مثلا ام سي اس اي، روح مثلا ذاكر سي سي ان اي وهكذا. طب انت دلوقتي لا، ده انت ناوي مثلا تكمل ايه، حاجه معينه، حاجه مثلا لها علاقه بالبنتستنج او بالسوك او كده، لا هقول لك انت مش محتاج تذاكر كورس بالحجم ده. انت كل اللي محتاجه مثلا البيزكس. طب البيزكس دي او المينيمم ريكويرمنت دي هتلاقيها فين؟ هتلاقيها مثلا في كورس زي النتورك بلس مثلا. وفي نقطه هتكلم عليها في موضوع الكورسات ده، الا وهي ايه؟ الا وهي ان انت لما تيجي تذاكر كورس، ذاكر كورس بشكل رسمي او بشكل اوفيشال. يعني ايه بشكل اوفيشال؟ دلوقتي انا هفترض مثلا انا كعمرو انا جيت عملت كورس اهو. طيب انا دلوقتي جيت عملت كورس مثلا، الكورس ده انا قلت عليه مثلا الكورس ده كورس شبكات. طيب انا اللي بحط المنهج بتاع الكورس، فانا بحط المنهج ده من منظوري انا، من منظوري انا الشخصي. انت فهمتني كده؟ انا مثلا هحط لك في حاجات مثلا هي مش موجوده في الكورس الرسمي او في الكورس الاوفيشال. طب انت دلوقتي لما تذاكر الكورس الاوفيشال، الكورس الاوفيشال ده الناس اللي هي حاطاه فعلا هي الناس دي اوريدي اصلا اكسبرت، وحاطينه بناء على يعني ايه الليتست ابديتس، كل شويه بيعملوا فيه تحديثات عشان تكون مواكبه لسوق العمل. فمهما انا كعمرو اعمل من كورسات، فبالتالي الكورس التاني ده هيكون احسن. فعشان كده انت في البدايه محتاج تمشي بشكل منظم. ما ينفعش زي ما بيقولوا ايه، كانت في مقوله كده كان يقول لك ايه، ناخذ من كل قبيله رجل، اللي هو ايه، انا من كل كورس هاخد حته. لا ما ينفعش. انت في البدايه انت محتاج منهج واضح وخطوات واضحه تمشي عليها، لان انت اصلا في البدايه ما انتش ناقص تشتت. هو التشتت اصلا هيمسكك لوحدك، والاوفر ثينكينج هيمسك دماغك،
وهتدخل في مرحله تعفن ذهني. كل التفاصيل دي هكلمك فيها دلوقتي. بس انت في البدايه محتاج منهج واضح. فانت لو عايز تذاكر اساسيات الشبكات، ذاكر مثلا كورس زي نتورك بلس. حابب تتعمق اكتر، ذاكر مثلا كورس زي سي سي ان اي، ما عنديش مشكله فيه. فهمتني؟ طيب الكورسات دي تقدر توصل لها ازاي؟ عادي، في مثلا شركات زي كومتيا، سيسكو، الشركات عامه اللي بتقدم الشهادات ديت كتيره جدا. بس برضو تقدر ان انت ايه، لو انت مثلا ما عندكش المقدره الماديه ان انت تدفع تكلفه الكورس ده، فانت عادي ممكن تشوف الهيت لاين او الاوت لاينز بتاعته، وتروح تسيرش عليها وتبتدي ان انت ايه، تدور عليها. يبقى انت دلوقتي كده اول بند لازم يكون عندك قبل ما تقول انا هتخصص اي تخصص هو اساسيات الشبكات. لازم تكون فاهم ازاي الانترنت بيشتغل، الاو اس اي موديل، التي سي بي اوفر اي بي، ازاي الاي بي ادريسنج مثلا، ايه فكره السبنتنج ازاي بيشتغلوا. إيه برضو تكون فاهم الفرق ما بين البروتوكول مثلا زي الاتش تي تي بي والاتش تي تي بي اس والدي ان اس. يعني ما ينفعش مثلا اجي اقول لك الفرق ما بين الاتش تي تي بي والاتش تي تي بي اس وما انتش عارف. طب المفروض دلوقتي الاتش تي تي بي اس هو بينكريبت الداتا عشان في الاس اس ال سكيور سيكوت لاير، والتي ال اس اللي هي الترانسبورت لاير سكيورتي. الدي ان اس مثلا لازم تكون فاهم انت من اول ما تفتح المتصفح اصلا وتكتب مثلا وليكن يوتيوب دوت كوم مثلا، يوتيوب دوت كوم مثلا، فانت لازم تكون فاهم الايه، البروسيس اللي حصلت في الباك جراوند. لازم تكون فاهم ازاي الدي ان اس اللي بيشتغل، ازاي بياخد منك الدومين يحوله الاي بي. طب تكون فاهم الريكورد الفور اي ريكورد، السي نيم ريكورد، وكل التفاصيل دي لازم تكون عارفها. ايه فكره الدي اتش سي بي، الدايناميك هوست كونفجريشن بروتوكول، ازاي مثلا بيوزع الاي بيهات للشبكه للاجهزه في الشبكه. والحاجات ديت هي مش اوبشنال، لا ده هي حاجات يعني لا اجباري ان انت تكون عارفها. ده الاساس اللي اي حد شغال امان يعني ده شغال بشكل عام لازم يكون عارفه. لان انت في النهايه انت بتامن او بتاتاك، يعني انت بتوفنسف او بتديفنس حاجه هي اوريدي اصلا موجوده على الشبكه. يعني انت برضو لو رجعنا للاساس، هو اصل السايبر سيكيورتي ايه؟ انا عندي داتا، الداتا دي موجوده على الاسيتس وانا عايز اسكيور الداتا دي، والاسيتس دي موجوده جوه انفايرمنت، فانا عاوز اسكيور الانفايرمنت بالداتا بالاسيتس بكل الكلام ده عشان احميها من اي مثلا اكسترنال هاكرز. جميل كده. يبقى دي هنا في البدايه اول حاجه لازم تكون عندك هي اساسيات الشبكات. طيب بعد كده انظمه التشغيل او يعني اللي هي ايه الاوبريتنج سيستمز. لازم يكون عندك راحه في التعامل مع الويندوز ومع اللينكس، خصوصا اللينكس. طيب اللينكس ده انت بتتعامل معاه من خلال مثلا كوماند لاين او من خلال التيرمينال، بغض النظر بقى ان في اكتر من ديستريبيوشن فيها جي يو اي وفيها فيها تفاصيل كتيره يعني، فيها اكتر من توزيع يعني. ولكن انا دلوقتي الغالبيه العظمى في الادوات والسيرفرات عامه في السكيورتي هي بيزد على لينكس. فانت ابدا مثلا انت تدرس توزيع زي يوبنتو مثلا او كالي لينكس، حاول تتعامل مع التيرمينال. فهمتني ازاي؟ مثلا تكون فاهم ازاي لما تكتب كوماند ازاي الكوماند ده بيتنفذ، تكون فاهم البروسيس اللي بتحصل ايه، ازاي تمسح ملفات، ازاي تضيف ملفات. من الاخر تحاول تستخدم لينكس بنفس الليفل اللي انت بتستخدم ويندوز بيه، يعني الاثنين يكونوا ايه سهلين بالنسبه لك. يبقى انت هنا لازم يكون عندك اساسيات الشبكات، بعد كده البيزكس بتاعت اللينكس. احنا كده قلنا ايه؟ اساسيات الشبكات، بعد كده اساسيات انظمه التشغيل. طيب ثالث نقطة بقى ألا وهي إيه؟ ألا وهي الأساسيات بتاعت البرمجة والسكريبتنج بشكل عام. مش بقول لك تروح مثلا تدرس ديفلوبمنت، لا، لازم على الأقل حتى يعني إيه، لما تبص على كود مثلا تكون فاهمه. لازم مثلا تعرف تكتب سكريبت بسيط بلغة مثلا زي الباش أو البايثون. ده هيوفر عليك وقت رهيب جدا في حتة الأوتوميشن، وتكون فاهم إزاي التولز اللي أنت بتستخدمها أنت بتفهم إزاي أصلا شغالة من جوه. يبقى انت دلوقتي لازم يكون عندك البيزكس. مش بقول لك نهائي ان انت تروح مثلا تذاكر مثلا رود ماب بتاعت برمجه، لا لا لا، انت كل اللي محتاجه لما تبص لكود برمجه بسيط صغير جدا تكون فاهمه، تكون عارف الفانكشنز بتاعته او الفانكشناليتيز بتاعته شغاله ازاي، طب كل فانكشن بتعمل ايه بالظبط، ايه وظيفتها، وهكذا. وابدا بلغه زي البايثون. البايثون هي اسهل لغه انت ممكن تتعلمها، وفي نفس الوقت برضه هتؤدي الغرض. طيب يبقى انت دلوقتي كده محتاج اساسيات البرمجه. ماشي. طيب خلي بالك برضو البرمجه يعني بغض النظر عن الليفل بتاع التكنيكاليتي هي على المستوى الايه، على المستوى اللوجيك عامه، فهي بتخليك تفكر يعني بشكل مختلف شويه. المنطق بتاعك او الاتخاذات اللي هي بتاثر على اتخاذ القرار بتاعك، لان انت بتبص للموضوع باكتر من زاويه او باكتر من منظور. طيب يبقى احنا هنا دلوقتي قلنا ان انت عندك اساسيات الشبكات وانظمه التشغيل والبرمجه. طيب دي كده ايه يعتبر الحاجات اللي المفروض تكون عندك. طيب نيجي بقى نتكلم في هنتات كده تخص السكيورتي بشكل عام. انت محتاج اساسيات السكيورتي نفسها ككونسبت.
يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي لازم اكون عارف المبدأ بتاع السي اي اي ترايل، اللي هو الكونفيدنشاليتي والانتجريتي والافيلابيلتي. تكون فاهم اشهر انواع الاتاكس زي مثلا الفيشنج، المالوير، الديدوس، السوشيال انجينيرنج. ده هيخلي عندك زي باك جراوند او بابليك باك جراوند تقدر تبني عليها اي تخصص بعد كده. جميل كده. طيب انا دلوقتي عشان ادرس اساسيات السكيورتي دي، دايما الشهاده اللي احنا بنقول عليها او بنرشحها دايما هي السكيورتي بلس. والسكيورتي بلس دي بسبب الكونتنت اللي هو فيها، فهي بتكون مدخل قوي جدا للاساسيات بتاعت الشبكات بشكل، للاساسيات بتاعت السايبر سكيورتي بشكل عام. الشهاده دي معترف بيها اصلا، وبتغطي الاساسيات بتاعت السكيورتي بشكل شامل. وكتير من الشركات بتطلبها كحد ادنى حتى في الوظائف. يعني انت حتى لو رحت مثلا فتحت لينكد ان، ورحت مثلا على الخليج، مثلا رحت حتى على مصر هنا عندنا ماشي، في الوطن العربي بشكل عام، رحت مثلا كتبت مثلا وظيفه جونيور مثلا سكيورتي انجينير، هتلاقيه بيشترط عليك مثلا يقول لك ايه، انا عايز سكيورتي وعايز سي اتش مثلا، او عايز مثلا او اس سي بي، او عايز اس بي بي تي او وابتكس وهكذا. ولكن دايما العامل المشترك عشان يقيس او يتاكد ان انت فعلا شخص ذو اساسيات قويه، فانت لازم يكون معاك سكيورتي بلس. ففكره، مش بقول لك روح خد الامتحان بتاعها وادفع ثمن الاختبار وكده، لا لا لا، ادرس بس الكونتنت بتاعها، لا اكتر ولا اقل. يبقى از جنرال كده تقدر تقول ان احنا عندنا ايه، عندنا بعض الاساسيات اللي المفروض تكون عندك. لازم يكون عندك اساسيات الشبكات، اساسيات انظمه التشغيل، اساسيات البرمجه، واساسيات السكيورتي. لو انت خلصت مرحلة الأساسيات دي، تقدر بعد كده تختار التخصص بتاعك بدون أي مشكلة وانت واقف على أرض ثابتة. خلاص انت كده بقى معاك الباكج بتاعت الأساسيات اللي المفروض تكون عندك. كتير من الناس المشاكل اللي بتقابلها لما بتيجي توصل لأصل المشكلة، هي مشكلته في الأساسيات. التخصص سهل، التخصص أصلا هي بعض الكورسات مترتبة على بعضها، وهتعرف توصل للأوبجيكتيفز اللي انت عاوزها. إنما هي المشكلة دايما في الأساسيات. تلاقي مثلا واحد يقول لك ايه، انا مثلا والله مش فاهم النتورك اتاكس. طب هو انت اصلا فاهم الشبكات دي بتشتغل ازاي عشان تعرف تاتاك الشبكات؟ لا. طب انت فاهم انواع التوبولوجي؟ طب انت فاهم انواع الشبكات اصلا؟ عارف الفرق ما بين اللان والوان وهكذا؟ طب فاهم فكره الفي لانز مثلا؟ لا. طب ما انت ما ينفعش تروح مثلا تدرس اتاك زي الفي لان هوبنج مثلا وانت ما انتش فاهم اصلا فكره الشبكات دي شغاله ازاي. انت فهمتني؟ ما انتش فاهم اصلا الهاردننج اللي بيحصل او السيجمنتيشنز اللي بيحصل على الشبكه. فانت لازم يكون عندك اساسيات الشبكات، بعد كده اساسيات انظمه التشغيل، بعد كده البرمجه، بعد كده اساسيات السكيورتي نفسها. طب انا دلوقتي لو هختصر لك الكلام ده، انت عايز مثلا ايه، حاجه واضحه كده وصريحه تمشي عليها، او خطوط عريضه تمشي عليها. اساسيات الشبكات قلت لك انت محتاج مثلا شهاده زي نتورك بلس مثلا، او كورس زي نتورك بلس. في اللينكس مثلا في اكتر من كورس عادي على يوتيوب. تقريبا كان فيه ديفيد بومبل باين او نتورك تشاك كان منزل اكتر من كورس برضه. ولكن انت ممكن مثلا تروح عادي على اليوتيوب، او تروح مثلا على لينكس بلس دي برضو من كومبتيا. في عندك برضو احنا قلنا اساسات البرمجه، دي برضو في باشمهندس اسامه الزيرو، في باشمهندس اسلام كوتزيلا، في باشمهندس عبد الرحمن جمال. في ناس كتيره ما شاء الله عليها في الوطن العربي شارحه البرمجه يعني بطريقه رهيبه يعني. فانت ايه برضو دي ممكن تلجأ لليوتيوب وات ايفر ايا كان. بعد كده اساسات السكيورتي، فانت محتاج شهاده زي سكيورتي بلس. السبب اللي ما اقدرش اقول لك على مصدر بعينه هنا، بسبب ان كل واحد هو بيشرح بطريقه مختلفه، ومفيش ستاندرد في البرمجه تمشي عليها. فهمتني كده؟ فعشان كده انا قلت لك حتى في النتورك بلس واللينكس والسكيورتي، هو عشان في خطوط عريضه وفي منهج واضح وصريح، انت هتعرف تمشي عليه بدون انت ما تتشتت، بدون انت مثلا ما تخلص كورس على اليوتيوب تروح تسال مثلا أنا هعمل ايه بعد كده. فهمتني؟ هو ده الفكره بس. انما انت ممكن عادي تذاكر نتورك بلس مثلا. كان فيه واحد على يوتيوب برضو كان نتورك تشاك باين، منزل ان هو بيشرح سي سي ان اي. لينكس بلس كان عامل كورس لينكس برضه، وكورس باش سكريبتنج، كورس سكيورتي بلس هتلاقيه برضه موجود. مفيش مصدر بعينه. انا بس بقول لك على الخطوط العريضه اللي انت تمشي عليها. اما فكره المصدر عادي، شوف انت بترتاح مع مين، واهنى طريقه شرح هي مناسبه معاك، وابتدي ان انت تذاكر منها بدون اي مشكله. جميل كده. يبقى احنا هنا دلوقتي غطينا الاساسيات، او دي الاساسيات اللي مشتركه قبل اي تخصص. قبل ما تقول انا هتخصص في التخصص ده، لا، دي الاساسيات اللي المفروض تكون عندك. اخر حاجه بس عايز اختم بيها التوبيك ده او الجزء ده تحديدا، اتعلم براكتيكال مش نظري. في عندك بلاتفورم مثلا زي تراي هاك مي، تراي هاك مي. في عندك برضو هاك ذا بوكس بالشكل ده برضو. البلاتفورم في عندك برضو انت مش في الاساسيات انت مش محتاج بورت سوجر خالص، ده بتاع الويب ده، مش محتاج مثلا ليتس ديفense ولا الكلام ده.
طيب انت في البدايه انا ارشح لك تراي هاك مي. انت في البدايه ما انتش محتاج الافوره بتاعت هاك ذا بوكس خالص. فانت عندك تراي هاك مي، هتلاقي عليه البيزكس او هتلاقي عليه رومز خاصه بالنتورك، رومز مثلا خاصه باللينكس. يعني مثلا خلينا كده ايه، نيجي على تراي هاك مي، هستعرضه لك برضو عشان لو انت بتسمع الفيديو وما انتش عارف اصلا ايه هو تراي هاك مي ده. خلينا كده ايه، بيقول لي هنا بفيرفايد براوزر. اوكي. طيب اوكي. لو احنا مثلا جينا هنا على دي هنا الداشبورد بتاعت تراي هاك مي، هي بلاتفورم مخصصه ان هي بيدي لك زي ماشينز او لابات، وانت بتبتدي ان انت تحلها. طيب اول مثلا روم هنا بيقول لي ايه، نتورك سكيورتي اسينشال. ماشي. لاتكس فلتريشن وهكذا. طيب تعالى كده ايه، بيكلمك مثلا هنا، بيكلمك هنا على النتورك فيزابيليتي النتورك مثلا، بيكلمك على المونيتورنج والبروتكشن، كل التفاصيل دي. طب انا دلوقتي لو جيت رايح مثلا كاتب له هنا ايه، نتورك، ماشي، بالشكل ده، هتلاقيه هنا طلع لك يعني هتلاقيه هنا طلع لك رومز. في هنا عندك 177 روم، في عندك هنا 13 موديول. طب انت دلوقتي عايز مثلا النتورك فاندامنتال مثلا. حلو. طيب خلينا كده، هتلاقيه هنا بيقول لك ايه، اول روم عندك هنا بيقول لك وات از ذا نتورك، يعني ايه اصلا الشبكات. خلينا كده ندخل عليه برضه. ماشي. بيقول لك هنا ايه، وات از ذا نتورك، ان النتورك دي مثلا هي ار سيمبلي ثينجز كونكت، يعني هي مجموعه اشياء مترابطه مع بعضها. زي كده ايه الفريندشيب او الصداقه بتاعتك، هي بتكون دايره متكامله، وبيكلمك هنا في اساسات الشبكات نفسها. فهمتني كده؟ هيبتدي بعد كده يقول لك والله ايه هو الانترنت اصلا، موضوع الايدنتيفاينج ديفايس على الانترنت، هيكلمك على البينج او الاي سي ام بي اللي هو الانترنت كنترول مسج بروتوكول. بعد كده ابتدى ان هو يكلمك على اللان اللوكال اريا نتورك. بعد كده لو جيت هنا هتلاقيه يكلمك، قال لك ايه انتروداكشن تو لان، بدأ معاك بقى ايه هي اصلا اللان، ازاي بتشتغل. بيقول لك هنا في اللاب ده انت هتتعلم مثلا some technologies are and design power ايه private network. جميل. هنا اكلمك على البرايمر اون سبنتنج، اكلمك على الارب الادرس ريزوليوشن بروتوكول، اكلمك على الدي اتش سي بي اللي هو الدايناميك هوست كونفيجريشن بروتوكول، اكلمك بقى بعد كده على الاو اس اي موديل اهوت. بعد كده اكلمك على الباكت والفريم، الاكستندنج يور نتورك دي عباره عن زي ايه، بيكلمك على التكنولوجي وهكذا يعني. ماشي. فانت هنا تقدر تمشي على اللابات دي، تقدر ان انت تحلها مفيش اي مشكله. فهمتني ازاي؟ فبشكل عام انت عندك اكتر من ريسورسز، ولكن في البدايه بقول لك خليك مع تراي هاك مي، لان هو يعني سيمبل اكتر ومنظم اكتر، مش هتحس نفسك تايه. انما انت لو دخلت على هاك ذا بوكس على طول، هاك ذا بوكس بيكون عاوز واحد هو اوريدي اصلا متاسس وريح له. فهمتني كده؟ فخليك في البدايه مع تراي هاك مي، بعد كده اطلع لليفل هاك ذا بوكس. ماشي. يبقى انت دلوقتي هنا الحاجه اللي انت لازم تعملها فعلا ان انت تتعلم بشكل عملي السكيورتي او التك اندستري بكل تخصصاتها. مش عاوزه واحد هو حافظ، لا، انا عاوز واحد لما احطك في مشكله انت هتعرف تحلها لي. فانت عشان تعرف تحلها لازم تكون على السيميوليتر او تكون عامل محاكاه وانت بتتعلم. فهتعمل الكلام ده على زي تراي هاك مي. جميل كده؟ جميل. طيب احنا دلوقتي خلاص اتكلمنا في الاساسيات، تعالى بقى ندخل على التخصصات كده تخصص تخصص. انا هنا جايب لك الكومون تراكس او اشهر التخصصات. اول تخصص هنتكلم عليه الا وهو التخصص بتاع السوك اناليست، وده بيندرج تحت فكره البلو تيمينج. طيب ده واحد من اكتر التخصصات اللي بيدخل ليها معظم الناس في المجال حاليا، خصوصا اخر سنتين ثلاثه. وليه؟ بسبب ان دايما الشركات هي عايزه ناس بقى تشتغل تمونيتور الترافيك، تمونيتور مثلا النتورك، تحمل انظمه وهكذا. فانت هنا دلوقتي شغل السوك عامه او شغل السوك اناليست او ما يسمى بالبلو تيمينج. فالسوك اصلا اختصار لسكيورتي اوبريشن سنتر، يعني مركز عمليات الامان في جوه الشركه. وده الفريق اللي مسؤول عن ان هو بيراقب الشبكه والانظمه بتاعت الشركه على مدار الساعه. الناس دي شغاله 7 ايام في الاسبوع 24 ساعه 30 يوم 365 يوم. انت فاهم؟ الناس دي ما بتنامش ليه؟ الناس دي شغاله على مدار الساعه عشان يديتكت اي سسبيشس ترافيك او اي مثلا ماليشيس ترافيك او اي محاوله اختراق. يعني ما ينفعش ان انا محاوله الاختراق تحصل عليا واجي بعد كده اكتشف ان انا مثلا ده في هاكرز اصلا عامل اكسفلتريت للداتا واحنا مثلا نايمين او احنا مثلا واخدين اجازات في الاعياد مثلا. يبقى اول تخصص هنا هو السوك اناليست. طيب طبيعه الشغل اليومي للسوك اناليست عامله ازاي؟ هو الراجل بيقعد قدام الشاشات زي ما هو ظاهر قدامك في الصوره كده، هي بتكون دي الداشبورد قدامه، وفاتح قدامه مثلا تولز او بيكون بيستخدم تولز اسمها السيم، اختصار لي سكيورتي انفورميشن اند ايفنت مانجمنت، او زي ما بنقول عليها السيم سوليوشنز، زي مثلا سبلانك او اي بي ام كيوراداك او مايكروسوفت او وات ايفر ايا كان. دي تولز هي كل اللي بتعمله انها بتجمع لك اللوجز من كل الاجهزه والسيرفرات في مكان واحد.
فانت كواحد دلوقتي انت بيكون قدامك شاشه مركزيه راصد عليها كل التفاصيل بتاعت الشركه قدامك. انت كاناليست بقى وظيفتك ان انت بتراجع اللوجز دي، تبتدي تشوف مثلا هل في مثلا تهديد حقيقي ولا كل ده فولس بوزيتيف. طب لو في حاجه مثلا سسبيشس حقيقيه، هتبتدي تعمل اسكليشن مثلا السوك لير 2 او لير 3 او ايا كان. وطبيعه الشغل فيه هي بتكون بنظام شيفتات، ممكن مثلا تشتغل بالليل او بالصبح او في العطلات، لان المونيتورنج هو لازم يكون 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع 30 يوم 365 يوم. فده برضو حاجه يعني ايه لازم تحطها في الحسبان وانت بتختار التخصص ده. لو انت عاوز تخصص يعني ايه مثلا تنتخ فيه، ما انصحكش بالتخصص ده، لان التخصص ده انا اعرف ناس على المستوى الشخصي لا هو ممكن يرنوا عليه بالليل وهو نايم الساعه مثلا 1 2 بالليل، الحق فيه مشكله، الحق فيه كارثه. فهمتني؟ فدي برضو كلها حاجات، او دي كلها يعني ايه ريد فلاجز لازم تحطها في حسبانك قبل ما تبتدي تقول اه انا هتخصص في التخصص ده. طب بالنسبه بقى للريكوايرمنت اللي المفروض تكون عندك لو انت قررت فعلا ان انت تدخل تخصص زي ده. طيب بالنسبه للمتطلبات، اهم حاجه هنا هي فهمك للشبكات والانظمه التشغيل اللي انا ذكرتها لك اصلا في الاساسيات. بالاضافه بقى للمهارات بتاعت مثلا انت اناليسيز او تحلل اللوجز، يعني تقرا مثلا السجلات بتاعت الاحداث، تفهم القصه اللي حصلت. كمان لازم برضو يكون عندك زي بيز نوليدج كده، او عندك معرفه بانواع الكومن اتاكس عشان تقدر تميزها لما تشوفها في الاليرت. طيب انا دلوقتي وخلاص انا عرفت المتطلبات بتاعتي وكده، طب لو انا عايز ابدا بقى اتخصص في التراك ده، ايه الستبس اللي انا همشي عليها؟ تعالى كده ايه نيجي هنا مثلا، نرجع هنا. طبعا انا قلت لك دلوقتي ان انت لازم يكون عندك الاساسيات، خلاص خلصت مرحله الاساسيات وانت قلت مثلا عايز اختار مثلا تخصص سوك اناليست مثلا. حلو. طيب انا دلوقتي عشان اتخصص سوك اناليست مثلا، خلي بالك انت عندك السوك اناليست ده بينقسم للايرز، عندك لاير 1 لاير 2 لاير 3. جميل. طب انا دلوقتي مثلا انا خلاص انا هبدا باول حاجه اللي هي اللاير 1. في اللاير 1 انت في عندك اكتر من مكان بيقدم اكتر من كورسز، في عندك مثلا كورسات اي ان اي، كورسات ساينس وهكذا. ولكن في البدايه ابدا بكورسات اي ان اي، لان انت ما انتش محتاج التعقيد برضو او الليفل بتاع ساينس. ساينس خليها مثلا لما تكون لاير 2 او لاير 3 تبتدي تطلع بالليفل بتاعك. طب انت عشان مثلا تتخصص لاير 1، طب انت دلوقتي عند اي ان اي مثلا عندهم كورس اسمه الاي سي ار اللي هو الانستنت ريسبوندر، ماشي؟ ده برضو كورس جميل جدا بيأهلك ان انت تكون سوك لاير 1. طب انا دلوقتي مثلا حابب بقى ان انا اتعمق شويه في مسار على تراي هاك مي اسمه سوك لاير 1 او ليفل 1 مش متذكره. تعالى كده ايه نرجع هنا على تراي هاك مي. اوكي تعالى كده ايه نيجي هنا على الليرنينج، هاجي هنا على الباسز، على المسارات. فين انت عندك هنا سوك ليفل 1 اهو. ده هنا بيكلمك، ده هنا بيأهلك ان انت تكون سوك لاير 1. دي كلها تفاصيل اهي موجوده عندك في الكونتنت. طيب لو انت عايز نصيحتي بقى، لو انت عايز نصيحتي ادرس الكورس بتاع الاي سي ار. تعالى ذاكر السوك ليفل 1 من على تراي هاك مي. ليه؟ بتاع تراي هاك مي فوق في كونتنت اكتر، وفي كونتنت دسم فعلا، وفي كمان اللابات العمليه بتاعته. يعني اعتقد اللابات بتاعت اي سي ار تقريبا ما تتخطاش 15 لاب، انما انت عندك هنا، عندك هنا بكلمك في تفاصيل كتيره جدا على تراي هاك مي. فانت لو انت خلاص قررت انت تكون مثلا سوك لاير 1، ادرس اي سي اي ار. بعد كده روح مثلا لمسار زي السوك ليفل 1، هتوسع معلوماتك شويه وفي نفس الوقت برضو ايه هتحل اكتر او هتطبق اكتر. جميل كده. جميل. يبقى ده هنا بالنسبه لي اول تخصص. طيب التخصص الثاني الا وهو بقى الكومون او اللي عليه الضجه الكبيره، الا وهو البنتريشن تيستر. التخصص ده يعني هو ده حرفيا اللي بيجذب اكتر الناس لما يسمعوا عن فكره السايبر سيكيورتي لاول مره، الا وهو اختبار الاختراق، او زي ما بتقال عليه كده الايه الايثيكال هاكينج، احيانا برضو بيتسمى الريد تيمينج، بس في فرق طبعا ما بين البن تيستنج والريد تيمينج والباج هانتنج. فلا يعني كل واحد من دولت هو تراك مختلف اصلا. طيب ايه هي فكره البنتريشن تيستر؟ فكره البنتريشن تيستر ان ده شخص هو هاكرز فعليا، ولكن هو بيشتغل بنظام قانوني، يعني هو بيكون في عقد وفي انجيجمنت بتحكمه، بيشتغل تحت ببنود ويعني ايه بترمز معينه قبل ما يبتدي ان هو يعمل عمليه الاختراق بتاعته. هو بيعمل محاكاه لعمليه الاختراق على الشركه، بيخترق الشركه فعليا، ولكن بيكون معاه اوثرايزيشن او بيكون معاه زي اذن ان هو يخترق الشركه دي بالفعل. الهدف من شغله ان هو بيطلع الثغرات اللي موجوده في الانظمه بتاعت الشركه قبل مثلا ما يجي اي بلاك هات هاكرز يبتدي ان هو يلاقيها ويستغلها. طيب طبيعه شغله اليوميه، طبيعه شغله هنا او شغله اليومي هو بيختلف حسب نوع الانجيجمنت. يعني ممكن مثلا تكون مكلف ان انت النهارده تعمل مثلا ويب ابلكيشن بنتريشن تيستر، اختبار اختراق لتطبيق ويب مثلا، او تعمل اختبار اختراق مثلا للانترنال نتورك الشركه، او مثلا تعمل بن تيستنج النتورك. فانت فاهم ازاي؟ يعني انت على حسب الاسيتس بتاعتك، ما انت عندك مثلا في عندك كلاود، ماشي، في عندك مثلا موبايل،
والموبايل ده عندك مثلا اي او اس وعندك اندرويد. عندك بعد كده الويب مثلا. طبعا الويب على حسب التكنولوجيا اللي مكتوب بيها. ماشي. عندك هنا اكتيف دايركتري. عندك تخصصات كتيره جدا. فانت في البن تيستنج بتختلف على حسب الانجيجمنت اللي انت فيها. طب انت عشان تذاكر بن تيستنج دلوقتي هرجع برضو واقول لك ان انت في البدايه لازم تكون اتاسست في الاساسيات اللي احنا اتكلمنا فيها. طيب النقطه الثانيه، لازم يكون عندك فهم برضو، يعني فهم عميق شويه لفكره الشبكات والبروتوكولات والمهارات بتاعه البروجرامنج تكون كويسه عندك، خصوصا الباش والبايثون. طيب انا دلوقتي مثلا خلاص انا عايز دلوقتي اكون مثلا ايه، عايز اول وظيفه ليا جونيور بن تيستر. دلوقتي ده اول وظيفه، او ده هنا الانتر ليفل عندنا في تخصص البن تيستنج. طب انا عشان اكون مثلا جونيور بن تيستر محتاج ايه؟ محتاج ان انت تذاكر الاتاكس، محتاج تكون بتعرف تستخدم التولز بتاعت الاتاكينج، مثلا ان ماب، بيرب سويت، ميتا سبلويت. لازم تكون بتعرف تتعامل على لينكس، تكون عارف مثلا الاواسب توب 10 اللي هي ديت عباره عن زي لسته كده بالتوب 10 فولنربيلتيز، بتطلع لك اشهر الثغرات بتاعه تطبيقات الويب. طب انا دلوقتي لو انا عايز منهج فعليا امشي عليه، فانت عندك في شهاده اسمها الاي جي بي تي، الليرن سكيورتي جونيور بنتريشن تيستر. الشهاده دي كبدايه هي كويسه جدا، بتدي لك برضو اساسيات كتيره جدا انت عاوزها كبنتريشن تيستر في البدايه. بعد كده طبعا بعد الاي جي بي تي فانت بتختار التخصص بتاعك. يعني هي بص، هي بتدي لك الاساسيات اللي انت محتاجها عشان تكون بنتريشن تيستر. بعد ما تخلص الاي جي بي تي روح مثلا شوف بقى انت عايز تتخصص ايه. عايز تتخصص مثلا في الويب بن تيست، ولا في النتورك بن تيست، ولا مثلا والله في الموبايل بن تيست، ولا مثلا في الديسكتوب ابلكيشن بن تيستنج، ولا مثلا في الكلاود، ولا ايه بالظبط؟ لان كل تخصص من دولت هو بيختلف على حسب انت عاوز ايه بالظبط. يعني انت عشان تذاكر ويب مثلا بالتست، فانا هقول لك لا، ده انت مثلا روح ذاكر شهاده مثلا زي الاي، مثلا الاي واب، الوابتكس، الاو اس دبليو اي، السي دبليو اي اي بتاعت هاكزا بوكس. ماشي. عايز تذاكر مثلا نتورك، هقول لك نتورك بنتست، هقول لك مثلا ذاكر او اس سي بي، هقول لك مثلا ذاكر والله الكورسات بتاعت ساينس بتاعت النتورك بنتست، هقول لك مثلا ذاكر المسارات بتاعت النتورك بالتست بتاعت مثلا هاكزا بوكس. انت فهمتني ازاي؟ الموبايل ابلكيشن مثلا بنتستنج، فانت في عندك شهاده زي الاي ماب مثلا. فانت في عندك تخصصات كتيره في البنتريشن تيستنج، في عندك اكتر من تخصص، وكل تخصص بيختلف حسب اللي انت عاوز ايه بالظبط منه. فهمتني كده؟ بس بشكل عام لو انت عاوز تكون جونيور بنتريشن تيستر، الشركات عامه لما بتيجي توظف الشخص الجونيور ده، هي بتكون عاوزه منه، مش عاوزينه يكون مثلا تنين مجنح، لا 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 لا. هو الموضوع كله ان هم بيكونوا محتاجين واحد هو عنده المينيمم ريكويرمنت. واحد مثلا لما يجي يقعد معايا واقول له مثلا ايه هي فكره السيكوال انجكشن يكون فاهم، مثلا ايه فكره الاس اس ار اف او السي اس ار اف يكون فاهم، ايه لما اقول له مثلا ايه هي فكره الاواسب اصلا، او يعني ايه اواسب، لازم يكون فاهم برضه. فهمتني؟ فانت عشان بس ما تتوهش في الكلام ده كله، ادرس مثلا شهاده زي الاي جي بي تي، وبعد كده اختار التخصص بتاعك بقى. شوف انت عايز تتخصص في اي تخصص من التخصصات دي. بعدها كل تخصص من دولت هي ليه كورسات معينه. طب انا دلوقتي مثلا انا عندي اشهر ثلاث تخصصات في البن تيستنج. اول تخصص اللي هو الويب، بعد كده في عندك النتورك، ماشي، بعد كده في عندك الموبايل. ماشي. طيب انت دلوقتي مثلا عشان تكون ويب بن تيستر، هقول لك مثلا روح لشهاده زي الاي وابت مثلا. اي واب. ماشي. بعد الاي وابت مثلا روح للاي وابتكس فيرجن 3. ماشي. او ايا كان. في عندك برضو بعد ما لو انت خلصت الاثنين دول، بعد كده في عندك الاو اس دبليو اي او السي دبليو اي اي بتاعت هاكزا بوكس. دي من هاكزا بوكس، دي من اوفنسيف سكيورتي اوف سك. دول الاثنين دولت من اي ان اي. طيب في البدايه ابدا باي ان اي، سهله يعني ايه، هتدي لك مدخل قوي كويس برضه. بعد كده اطلع لمستوى اعلى الاوفنسيف سكيورتي. بعد كده مثلا عايز تتعمق بقى اكتر وكده، روح لهاكزا بوكس. بالمناسبه هاكزا بوكس من اقوى المحتويات التكنيكال اللي انت ممكن تذاكرها في حياتك اصلا. بعد كده لو انا مثلا دلوقتي عايز اذاكر نتورك بنتست، فانت في عندك الاي سي بي بي تي. اوكي. احنا هنا قلنا اي سي بي بي تي. اوكي. بعد كده في عندك الاو اس سي بي، دي برضو من اي ان اي، ودي برضو من اوفنسيف سكيورتي اوف سك. ماشي. طيب انا دلوقتي عشان اذاكر مثلا موبايل، فانت في عندك موبايل هاكينج لاب، ده برضو ريسورسز كويس تذاكر منه. وفي عندك شهاده برضو معروفه لو انت عايز منهج مثلا تمشي عليه، فانت عندك اي ماب، دي برضو من اي ان اي. جميل كده. فانت في عندك هنا ايه، اكتر من بلاتفورم او اكتر من ريسورسز ممكن تذاكر منه، ولكن ابدا بالتدرج من السهل للصعب للاصعب. يعني اي ان اي اسهل، بعد كده اوفنسيف سكيورتي، بعد كده هاك ذا بوكس. دولت هنا اشهر ثلاث تخصصات عندنا
جوه البنتريشن تيستنج. المسار الوظيفي بقى بتاع البنتريشن تيستر بيبدا بالجونيور بنتريشن تيستر، مرورا بقى بالميد سينيور، مرورا مثلا بالكونسلتنت، بعد كده السينيور بنتسترز. ويعني ايه بعد سنين خبره انت ممكن توصل، انت تو خلاص بقيت تيم ليد مثلا، او خلاص برنسبل مثلا سكيورتي كونسلتنت. وفي ناس كتيره بتتحول اصلا ان هو يشتغل فريلانسنج في المجال ده، او مثلا بيبتدي ان هو يتجه للباج هانتنج. خلي بالك برضو فكره الباج باونتي هانتنج دي هنبقى يعني انا بفكر ان احنا ممكن نعمل لها فيديو تاني مختلف، لان في فرق ما بين شغل الباج باونتي والبنتريشن تيستر والريد تيمر. يعني في اكتر من 15، يعني اكتر من 15 اختلاف احنا ممكن نتكلم فيهم بالتفصيل. يبقى احنا كده اتكلمنا على السوك، وكمان كنا خلي بالك برضو قبل ما انسى، انت لازم هنا تكون ذاكرت الاي جي بي تي. ماشي. بعد كده هتختار بقى التخصص بتاعك. طيب بعد كده نيجي للتخصص الثالث، الا وهو الجي ار سي، الجفرنس والريسك والكومبلاينس. خلينا كده ايه، نيجي هنا كده، ده هنا ايه، ده هنا الجي ار سي. طيب الجي ار سي برضه هو مختلف عن اللي فاتوا، ده يعني ايه، ما فيهوش تكنيكاليتي قد كده، ولكن برضه هو مهم للشركات الكبيره. اسم الجي ار سي اصلا اختصار لي الجفرنس يعني الحوكمه، والريسك يعني المخاطر، والكومبلاينس يعني الالتزام بالمعايير والقوانين. طيب طبيعه شغل الراجل اللي هو شغال جي ار سي بيعمل ايه؟ طبيعه الشغل هنا هي بعيده شويه عن الكيبورد او الادوات اللي هي التقنيه، اقرب للحته بتاعت المانجمنت او البوليسيز. شغلك بيكون عباره عن انت بتعمل زي تقييمات للمخاطر الامنيه على مستوى الشركه. مثلا بعد كده اصلا ممكن تكتب مثلا تكتب تقارير تطور البوليسيز الامنيه جوه الشركه، تتاكد ان الشركه مثلا ملتزمه بالستاندرد العالميه زي مثلا الايزو 27001 او النيست، او مثلا لو الشركه مثلا شغاله في مجال معين زي البنوك او البانكينج سيكتور يعني، او الهيلث كير او اللي هي الرعايه الصحيه، لازم تكون ملتزمه مثلا بمعايير زي الاتش اي بي اي اي. وكمان برضو بتعمل اوديتنج، يعني انت بتعمل اوديتس بشكل دوري عشان تتاكد ان الاجراءات الامنيه اللي متفق عليها هي بتتنفذ فعليا. دي هنا طبيعه شغل الجي ار سي يعني. طيب المتطلبات هنا بتكون مختلفه شويه. اهم حاجه يكون عندك يعني ايه، يكون عندك مهارات تواصل، انت هنا بتتعامل مع الناس اللي هم ايه المانجمنت. كمان برضو لازم يكون عندك فهم تقني اساسي حتى لو مش عميق زي التخصصات التانيه. انت في البنتستر مثلا، في البنتستنج لا، انا كنت بقول لك لازم يكون عندك فهم تكنيكاليتي عميق شويه، انما هنا لا لا مش شرط. يعني انت مش شرط تكون تنين مجنح تكنيكاليتي، انت لازم تكون فاهم البيزنس، فاهم تكون لازم تكون فاهم لغه الشركات وهكذا. طب لو انت دلوقتي مثلا عايز تذاكر تخصص زي الجي ار سي، فالشهادات هنا هي بتكون مختلفه شويه عن التخصصات التقنيه. في عندك مثلا شهادات زي السيسب مثلا اللي هي السكيورتي بروفيشنال، عندك الايزو 27001. طيب المسار الوظيفي نفسه بتاع الجي ار سي، المسار الوظيفي هنا بيبدا بالجي ار سي اناليست، بعد كده الجي ار سي مانجر. وفي الشركات الكبيره المسار ده ممكن يوصلك في النهايه المنصب انت خلاص بقيت سيزو، يعني شيف انفورميشن سكيورتي اوفيسر، وده اعلى منصب امني جوه الشركه. التخصص ده مطلوب برضو، يعني ده مناسب برضو لو انت شخص بتحب التنظيم، بتحب الكتابه، بتحب التعامل مع الناس اكتر. يعني انت ايه، ما انتش حابب موضوع التكنيكاليتي وكده، لا فانت برضو روح ذاكر جي ار سي، الجي ار سي هيكون كويس. بعد كده التخصص الرابع هنا الا وهو الدي اف اي ار، اللي هو الانسيدنت ريسبوند ديجيتال فرونسكس. التخصص ده هو جاي مكمل لشغل السوق اللي انا كلمتك عليه من شويه. وده تخصص يعني احنا دايما بنقول عليه الاستجابه للحوادث والتحقيق الجنائي الرقمي، او ما يسمى بالدي اف اي ار. طيب الفرق الاساسي هنا ان السوك هو شغله ان هو يعني زي ما قلت لك بيديتكت الاتاك وهو بيحصل، انما فريق الدي اف او الديجيتال فورنسكس شغله ان هو لما الاتاك يحصل فعليا هو بيتدخل عشان يوقف الضرر ده، ويعمل انفستيجيشن يشوف الهاكرز ده او الاختراق ده حصل بالظبط امتى وفين وبدأ بايه وامتد لايه، واخر حاجه الهاكرز عملها كانت ايه بالظبط. يعني انت صميم شغلك كله انت بتتعامل مع عمليات الاختراق وتحقق فيها وتشوف الهاكرز دخلوا ازاي. طب لو انت بقى حابب مثلا تسمع بودكاست مثلا 3 4 ساعات او ساعتين ثلاثه عن فكره الدي اف اي ار، ففي كورس احنا كنا سجلناه، او في سوري، في بودكاست احنا كنا سجلناه مع باشمهندس اسلام مصطفى حسني. ده هو التيم ليدر لفريق الدي اف جوه الايجي سيرت اللي هو السيرت المصري. فالفيديو ده برضه هتلاقيه موجود على القناه، هسيب لكم اللينك بتاعه برضه في الديسكربشن. ممكن انت تسمعه بالتفصيل، اتكلمنا فيه على الكورسات، اتكلمنا فيه على الشهادات، اتكلمنا فيه على طبيعه الشغل، اتكلمنا فيه اصلا لو انت عايز تتاهل مثلا انت تكون دي اف اي ار تذاكر ايه بالظبط، الشهادات بتاعت سانز بتاعت اي ان اي، كل التفاصيل دي كنا اتكلمنا فيها. نيجي بعد كده هنا لتخصص الكلاود سيكيورتي. تخصص الكلاود سيكيورتي ده هنا التخصص الخامس اللي احنا هنتكلم فيه، خصوصا مع التحول الضخم اللي حصل في السنين الأخيرة. كل الشركات خلاص بقت بتنقل الأنظمة بتاعتها للكلاود أو السحابة يعني. ظهر تخصص مهم الا وهو الكلاود سيكيورتي، يعني ان انا بامن الانفايرمنت بتاعت الكلاود زي مثلا اي دبليو اس او ايجر او جوجل كلاود وات ايفر ايا كان.
ماشي. فانا دلوقتي هنا في الكلاود سكيورتي، انا خلاص الشركه رفعت الداتا بتاعتها على الكلاود، انا رايح بسكيور الكلاود ده. بسكيوره من مين او بحميه من مين؟ من اي حد بشكل اكسترنال او ثريت اكتر هو بيحاول ان هو يوصل للداتا دي. طيب طبيعه الشغل هنا بتتضمن ايه؟ طبيعه الشغل هنا بتتضمن ان انت بتبص مثلا على الكونفيجريشنز بتاعت الاكونتات بتاعت الكلاود عشان تتاكد انها مش مفتوحه، تتاكد مثلا من الايام بوليسز عشان طبعا كل شخص يقدر يشوف بس اللي يخصه، تامن مثلا الكونتينرز. طب انت دلوقتي عشان تشتغل في تخصص زي الكلاود سيكيورتي مثلا، هنا لازم يكون عندك فهم قوي للبلاتفورم بتاعت الكلاود. يعني لازم مثلا تكون فاهم، والله الافضل دايما تبدا ب اي دبليو اس او ايجر لان هم الاكثر طلبا حاليا في سوق العمل. وكمان تكون فاهم المفاهيم بتاعت الديف اوبس او الديفلوبمنت اوبريشنز، لان الكلاود سيكيورتي غالبا وبشكل كبير جدا في اغلب الانفايرمنت فهو بيكولابوريت بشكل وثيق جدا مع الفريق بتاع الديفلوبمنت والاوبريشنز. طيب الشهادات اللي مطلوبه هنا لو انت مثلا عايز تذاكر التخصص ده، فانت في عندك مثلا لو انت عايز تذاكر اي دبليو اس او كده، في شهاده اسمها اي دبليو اس سيرتيفايد سكيورتي سبيشاليست. في عندك برضه لو انت مثلا هتروح لايجر في عندهم شهاده اللي هي الاي زد 500. وفي برضه شهاده كمان بابليك هي مش مرتبطه بمنصه معينه اسمها السي سي اس بي، دي برضه من اي اس سي 2، بتغطي المفاهيم بتاعه الكلاود سيكيورتي بشكل عام. لو انت هنا شخص بتحب التكنولوجيا الحديثه، بتتابع مثلا تطورات في العالم بتاع الاوتوميشن والكلاود، عندك مثلا خلفيه او اهتمام بالديف اوبس، فالتخصص ده هيكون مناسب ليك. الصور دي برضو ايه انا حابب اسيبها لكم برضو في الديسكربشن في شكل ملف بي دي اف كده، عشان لو انت حابب ايه تقعد مع نفسك يعني تشوف بقى تقرا انت بتمعن كده. بعد كده نيجي على التخصص رقم 6 الا وهو الابلكيشن سيكيورتي. طيب التخصص ده هنا بيركز على تامين الابلكيشنز نفسها من اول مرحله السبيسيفيكيشن والريكويرمنت. يعني بدل ما هنتظر ان الابلكيشن مثلا يطلع برودكشن وبعد كده ادور فيه على ثغرات او اعمل له بين تيستنج، لا، فكره الابلكيشن سكيورتي او الابسك هنا ان انا بدخل من البدايه في اللايف سايكل نفسها او الاس دي ال سي في البدايه، اللي هي الدوره بتاعه تطوير البرمجيات، واتاكد ان السكيورتي محطوط من اول خطوه. وده المبدا اللي احنا بنقول عليه حتى السكيور اس دي ال سي، ان انا بسكيور اللايف سايكل كامله بتاعه بناء الابلكيشن من اول مرحله السبيسيفيكيشن والريكويرمنت لحد مرحله البرودكشن. طبيعه الشغل هنا ان انت طبعا بتعمل سورس كود ريفيو، انت بتمسك السورس كود تعمل له ريفيو بالكامل. طبعا بقى بتستخدم التولز بتاعه الفحص مثلا زي الساست الداست، تعمل ثريت موديلنج يعني بتحلل الابلكيشن من ناحيه الثريت المحتمله. بتبتدي تشوف مثلا لو الهاكرز هيهاك الابلكيشن ده هينجي اهل انتر بوينت مثلا ويبتدي ان هو يعتك منها ايه نقط الضعف اللي ممكن تكون موجوده، كل الكلام ده. والمتطلبات هنا هي مهمه جدا برضو ومختلفه عن باقي التخصصات، لان انت هنا لازم يكون عندك خبره برمجيه حقيقيه قويه فعلا. يعني انت الافضل اصلا تكون شغال مثلا اشتغلت كديفلوبمنت قبل ما تتحول للابلكيشن سكيورتي، لان انت مش هتقدر تامن كود انت اصلا ما انتش فاهم هو اتكتب ازاي من الاساس. وبجانب ده انت لازم تكون فاهم مثلا الوايز توب 10، فاهم الاركتكشر نفسها بتاعت الويب ابلكيشن او الموبايل ابلكيشن عشان تعرف ان انت ايه تعمل له سكيور او انت تسكيور الاسيتس دي. طيب لو انت دلوقتي عايز تروح للابلكيشن سكيورتي، في برضو الشهادات هنا يعني ايه او الكورسات هنا قليله شويه. اشهرها طبعا هي الاو اس دبليو اي اللي انا لسه قايل لك عليها. الاو اس دبليو اي دي اوفنسيف سكيورتي ويب اكسبرت. الشهاده دي من اوفنسيف سكيورتي وهي ادفانسد جدا برضو. وفي عندك شهاده اسمها تانية السي اس اس ال بي، دي برضو من اي اس سي 2، دي برضو بتركز على اللايف سايكل بتاع تطوير البرمجيات. خليني بس اقول لك على حته الاو اس دبليو اي دي برضو من اوفنسيف سكيورتي، وهي كل تركيزها جاي بالكامل ان هو بيدي لك اكواد وانت بتراجع الاكواد دي تعمل لها سورس كود ريفيو، وبناء عليه بتطلع الثغرات وتكتب بقى تقارير. فهمتني؟ فهي من اتقل الشهادات اللي انت ممكن تذاكرها في الابلكيشن سكيورتي. فالتخصص ده هيكون تخصص مناسب جدا ليك لو انت جاي من خلفيه مثلا بروجرامنج او خلفيه مثلا ديفلوبمنت وحابب ان انت تستخدم خبرتك دي يعني في ايه في حته السكيورتي. يعني انت خلاص بقى هتمبلمنت ده مع السكيورتي بتاعك. جميل كده؟ جميل. التخصص رقم 7 هنا الا وهو المالوير اناليسيس الريفرس انجينيرنج، وده واحد من اصعب واعمق التخصصات في السايبر سكيورتي كله. فكرته ان انت مثلا بتاخد ابلكيشن او بتاخد مثلا حاجه ماليشيس وتبتدي ان انت تعمل له ريفرس انجينيرنج او باكورد انجينيرنج، تبتدي ان انت تفككه بالكامل عشان تفهم بالظبط بيعمل ايه، ازاي بينتشر، ازاي مثلا بيكتب سيجنتشرز، او بتبتدي ان انت تشوف ايه التفاصيل بتاعته. يعني خليني مثلا ادي لك مثال، وانا افترض دلوقتي ان في مثلا ملف نزل على الجهاز عندي، الراجل بتاع الريفرس انجينيرنج ده او المالوير اناليسيس هياخد الملف ده يبتدي ان هو يحلله بالكامل بكل تفاصيله ويبتدي يشوف هو بيعمل ايه بالظبط. عشان كده طبيعه الشغل هنا بتنقسم لنوعين، في عندك الاستاتيك اناليسيس وفي عندك كمان الدايناميك اناليسيس. فكره الاستاتيك اناليسيس انا بحلل الكود ده او بحلل الاسيتس دي بدون ما اشغلها فعليا.
طيب الدايناميك اناليسيس لا، ده انا بشغل البرنامج ده في بيئه بتكون ساند بوكس او بيئه بتكون ايزوليتد، وابص على البيهيفير بتاعه وهو شغال. يعني ببتدي اشوف ايه بيحصل، بتوصل مثلا، هل بيتواصل مع سي 2 مثلا، سي 2 سيرفر، او بيغير ايه في النظام، طب هل بيدخل على الريجستري بيعدل فيها. كل التفاصيل دي انت بتبتدي ان انت تبص عليها. ففكره الريفرس انجينيرنج ان انت بيكون عندك اسيتس انت قاعد بتفككها بالكامل وتفهم هي بتعمل ايه بالظبط. عشان كده الريكويرمنت هي من اعلى واصعب التخصصات، او من اعلى واصعب الريكويرمنت اللي انت ممكن تتعرض لها. لان انت لازم يكون عندك فهم عميق للغات مثلا زي الاسمبلي مثلا، او السي، او السي بلس بلس. تكون فاهم فهم تفصيلي ازاي نظام التشغيل ده شغال من جوه على مستوى له جدا. تكون عارف تستخدم مثلا تولز زي اللي هي التولز بتاعت الريفرس، زي مثلا الاي دي برو او الجدرا وات ايفر ايا كان. فده هنا تخصص المارول اناليسيس. طب انت دلوقتي لو عايز تذاكر التخصص ده، في عندك شهادات، في عندك مثلا عندك من سانز، في عندك الجي ار اي ام، دي برضو شهاده قويه جدا انت ممكن تذاكرها في الريفرس انجينيرنج. فانت لو عايز تكون فعلا متميز في الحته دي، فانت عندك دي الشهادات لو انت حابب منهج عملي واضح. ولو انت حابب مثلا فكره التحديات وكده، فانت السي تي اف هتفيدك بشكل كبير جدا. المسار الوظيفي حتى في التخصص ده تحديدا بيبتدي مثلا بمالوير اناليست، بعد كده سينيور مثلا ثريت ريسيرشر. وكتير من المتخصصين في المجال ده بينتهي بيهم الحال اللي هو خلاص، هو خلاص هتلاقيه مثلا دخل شركه متخصصه اصلا في الثريت انتليجنس، او شركات من اللي هي الفانج بتاعت السكيورتي، زي اللي هي اصلا بتبيلد برامج الحمايه نفسها زي مثلا كاسبرسكي وهكذا. فالتخصص ده هيكون مناسب جدا ليك لو انت شخص بتحب التفاصيل التقنيه العميقه جدا جدا، وعندك صبر كبير، لان التحليل ده ممكن ياخد ساعات طويله جدا في برنامج واحد بس. بعد كده في عندك هنا الثريت انتليجنس، ده هنا التخصص رقم 8. التخصص ده بيركز برضه على ان انت تفهم مين بيأتاك، مش بيأتاك ازاي. يعني انت هنا الهدف هنا ان انت بتجمع معلومات وتحلل معلومات عن الاتاكس اللي هي حصلت، زي مثلا الاي بي تي جروبس المعروفه اللي هم الادفانس بريزيستنس ثريت. تفهم مثلا التي تي بيز بتاعتهم اللي هي التكنيكس والتاكتكس والبروسيجرز بتاعتهم. يعني انت بتروح تشوف الهاكرز بيأتاكوا ازاي، تفهم التكنيكات بتاعتهم عشان تبتدي انت تطبقها عندك في الشركه، بحيث تشوف مدى الكابابيلتي بتاعت الشركه بتاعتك. هل الشركه بتاعتك لو حصل عليها اتاك من النوع ده، او بالطريقه دي، او بالتكنيك ده، او بالتول دي، هل الاتاك ده هينجح ولا لا. فطبيعه الشغل هنا بتشمل يعني ايه، يعني بص، بحث من نوع اوثنت او اوبن سورس انتليجنس. انت بتجمع معلومات من ريسورسز مفتوحه، وتحلل تقارير امنيه من شركات تانية، وتربط مثلا المؤشرات بتاعت الاختراق اللي احنا بنقول عليها الاي سيز او الانديكيتور اوف كومبرومايز، تبتدي تربطها ببعضها عشان تكون صوره كامله عن كامبين معينه مثلا. وتبتدي انت تكتب زي تقارير استخباراتيه كده، بتساعد باقي الفرق التقنيه ان هي تتخذ قرار الحمايه. والمتطلبات هنا بتكون مختلفه شويه، يعني يعني هنا مش هقول لك بقى فكره كورسات بس، المهم يكون عندك المهارات بتاعت البحث والتحليل والكتابه. دي من اهم الحاجات اللي المفروض تكون عندك. بالاضافه طبعا لازم تكون فاهم الفريم ورك بتاع الميتر اتاكس، ده برضو اطار عالمي بيصنف كل التي تي بيز والتقنيات بتاعت الاتاكرز. ولازم برضو يكون عندك فهم تقني عميق جدا بالانظمه والشبكات عشان تقدر تفهم التقارير التقنيه اللي انت بتحللها. طب لو انت عايز مثلا منهج واضح وصريح وحاجه تبتدي تمشي عليها كده، الشهادات هنا اشهرها طبعا الجي سي تي اي، دي برضو من سانز. وفي شهاده اسمها السي تي اي اي، دي برضو من اي سي كونسل. ولكن برضو هرجع اقول لك المجال ده بيعتمد بشكل كبير على ان انت يعني تكون ابديتد، يعني المتابعه المستمره لاخر التقارير الامنيه، اخر الاختراقات. لازم تكون ابديتد وعارف كل، يعني انت بص، لازم تكون عارف الهاكرز عملوا ايه امبارح، عملوا إيه النهارده الصبح. بعد كده نيجي للتخصص رقم 9، الا وهو الايام او الايدنتيتي اكسس مانجمنت. والتخصص ده برضو بيركز على نقطه مور سنسيتيف في السكيورتي بتاعت الشركات، الا وهي مين يقدر يدخل عليه بالظبط والصلاحيات بتاعته ايه. يعني مثلا خليني ادي لك مثال، ما ينفعش عمرو مثلا يكون في الديبارتمنت بتاعت السكيورتي جوه الشركه ويبص على التقارير بتاعت الاتش ار، او مثلا التقارير بتاعت الفاينانشال بتاعت الماليات. مش صلاحياتي، فهمتني ازاي. فالتخصص ده بيشمل انت بتمانج او بتدير الهويات بتاعت الموظفين، الحسابات بتاعتهم، تتاكد ان كل شخص هو عنده الليست بريفليج او عنده الصلاحيات اللي محتاجها لشغله بس، ولا اكتر ولا اقل. عشان كده دايما طبيعه الشغل هنا بتشمل ان انت مثلا بتمانج الانظمه بتاعت الاكتيف دايركتوري في الانفايرمنت طبعا بتاعت مايكروسوفت، تظبط مثلا الانظمه بتاعت تسجيل الدخول اللي هي الاس اس او او السنجل ساين اون، تفعل مثلا المالتي فاكتور اوثنتيكيشن، تمانج الحسابات مثلا اللي هي فيها هاي بريفليج اكسس مانجمنت، لان دايما دي هي بتكون المين جول، او دي الحاجات اللي بيستهدفها اي اتاكرز. طيب الريكويرمنت هنا لازم تكون فاهم طبعا بروتوكولات مثلا زي الاو اس او ال داب، اللايت ويت دايركت اكسس بروتوكول، الاس اي ام ال مثلا. دي هنا المتطلبات الاساسيه اللي المفروض ايه تكون عندك. طيب الشهادات هنا هي برضو مفيش حاجه واضحه وصريحه، لان هي بتكون مرتبطه بالايه بالمنتجات اللي بتستخدمها الشركه. يعني في شركات مثلا متخصصه من مايكروسوفت مثلا في المجال بتاع الايدنتيتي، في مثلا شهادات من اوكتا نفسها. فاهم ازاي. بس بشكل عام كل ما اكتسبت خبره اعمق
ببرودكت معين مثلا، لا، كل برضو ما كانت قيمتك في السوق بقت اعلى. فالمسار الوظيفي هنا بيبتدي من الايام انجينير مثلا او الادمنستريتور، بعد كده الايام اركتكشر. مع الخبره التخصص ده برضو بيكون مناسب لو انت شخص بتحب التنظيم والدقه في التفاصيل والمانجمنت وهكذا. جميل كده. نيجي بعد كده للتخصص رقم 10 الا وهو السكيورتي انجينيرنج او السكيورتي اركتكشر. طيب، ده تخصص بيعتبره يعني ايه كتير من الناس في المجال، يعني ده بيكون في المرحله المتقدمه جدا او في المرحله الادفانسد، لان هو بيعتبر تقدر تقول كده عليه ايه، هو حصيله خبرات في اكتر من تخصص. يعني هو بيحتاج خبره واسعه جدا في اغلب التخصصات اللي انا كلمتك عليها فوق، سواء بقى مثلا انجينيرنج او مثلا سكيورتي اركتكشر وات ايفر ايا كان. فهو شغله ان هو بيصمم البنيه الامنيه الكامله لشبكه مثلا وانظمه الشركه من الاساس. يعني هو اللي بيقرر ازاي الشبكه دي هنبنيها بشكل سكيور، ايه التولز اللي هنستخدمها، ازاي كل الانظمه دي هتنتجريت مع بعض او هتمبلمنت مع بعض بكل سكيورتي بدون مثلا ما يحصل فيها مشكله وهكذا. فطبيعه الشغل هنا ان هو بيصمم بنيه الشبكه بشكل استراتيجي، وبيختار مثلا التولز او بيختار الابلكيشنز بتاعت الحمايه زي مثلا الفاير وول او الاي بي اس او الاي دي اس او الاي دي ار او الاكس دي ار. يحط مثلا البوليسيز الارشادات الامنيه اللي هنمشي عليها. كل التفاصيل دي هو اللي بيبتدي ان هو ايه يحددها. فالريكويرمنت هنا او المتطلبات هي مش حاجه واحده بس، لا، ده تخصص بيتطلب فهم شامل وكامل لكل اللي انا كلمتك عليه: النتوركينج مثلا، كلاود ابلكيشنز، انظمه تشغيل، وحتى الجانب المانجمنت في الجي ار سي على فكره. فانت ليه طيب ده كله؟ عشان تقدر تاخد قرارات بتاعه تصميم صح بدون ما يحصل فيه اي مشكله. طب انت عشان تتخصص مثلا في التخصص ده، في عندك مثلا شهاده زي السيسب، في عندك مثلا السيزم، في عندك الاس اي بي اس اي. دي برضو ايه، دي كلها الشهادات هي بتخدم على التخصص ده، وتقدر ان هي تدي لك زي بيز لاين قوي. بس بشكل عام يعني ما انصحش في البدايه لو انت مثلا لسه بتبدا سيكيورتي، ما انصحكش ان انت تدخل في المجال ده دلوقتي. لا، ابتدي الموضوع من البدايه خالص، لان ده زي ما قلت لك يعني ايه، مش طبيعي ان انت تكون لسه متخرج مثلا وتروح تاخد شهاده زي السيسب مثلا او السيزم. دي شهادات بتاعت مانجمنت كلها او بتاعت ناس هم اصلا مديرين او من ضمن الستيك هولدرز، فهمتني؟ فبالتالي ركز على التخصصات التانيه. بعد كده التخصص رقم 11 الا وهو الديف سيك اوبس. طيب، فكره الديف سيك اوبس هنا ده اخر تخصص احنا هنتكلم عليه، وده من احدث واكثر التخصصات طلبا في السنين الاخيره. طيب، ده هنا الديف سيك اوبس او الديفلوبمنت سكيورتي اوبريشن. فكرته هنا ان انا بدمج السكيورتي بتاعتي بشكل تلقائي جوه اللايف سايكل بتاع تطوير البرمجيات. فهمتني كده؟ يعني جوه السي اي سي دي بايب لاين اللي انا بس اللي بيستخدمها فريق التطوير عشان ينشر التحديثات بسرعه وبشكل مستمر. يعني ايه الكلام ده؟ انا بدخل السكيورتي بالكامل من اول مرحله لحد مرحله ما بعد البرودكشن كمان. فالمتطلبات هنا ان انت بيكون محتاج ميكس ما بين خبرتك في الديف اوبس او الديفلوبمنت اوبريشنز. يعني لازم تكون فاهم مثلا دوكر، لازم تكون فاهم كونتينرز، التولز بتاعت السي اي سي دي زي مثلا جينكنز او مثلا جيت لاب سي اي، بالاضافه لمهارات السكريبتنج قويه بلغه مثلا بايثون او باش او وات ايفر ايا كان. ولازم يكون عندك فهم للمبادئ بتاعت الابلكيشن سكيورتي والكلاود سكيورتي اللي انا كلمتك عليها فوق. فالشهادات هنا لو جينا اتكلمنا عليها هي مش متخصصه جدا لوحدها. اغلب المتخصصين هنا بيجمعوا ما بين شهادات الكلاود سكيورتي والشهادات بتاعت الديف اوبس اللي هي البابليكابل او اللي هي العامه. وفي طبعا شهادات بدات مؤخرا انها تطلع زي مثلا سيرتيفايد ديف سيك اوبس بروفيشنال. ولكن برضو في الواقع في المجال ده تحديدا اهم حاجه الخبره العمليه والمشاريع الحقيقيه، يعني دي بتكون اهم حاجه. دي هي فعلا اللي بتوضح انت فاهم ولا لا. انا ممكن اقول لك الشهادات مهمه مثلا في التخصصات اللي فاتت وكده. ليه؟ لان هي ما فيهاش مش محتاجه قرارات، مش محتاجه مثلا حاجات مصيريه للبيزنس مثلا. انما في الديف سوك اوبس لا، الموضوع هنا بيكون عباره عن ميكس خبرات وحصيله خبرات هي عندك اوريدي. جميل كده؟ جميل. يبقى احنا كده اتكلمنا على 11 تخصص، من اول السوك اناليست للبن تيسترز للجي ار سي الانسنت ريسبوند لحد اخر تخصص خالص الا وهو كان الديف سيك اوبس. طيب، نيجي بقى نتكلم في الحاجه الاهم او اللي احنا هنختتم بيها الفيديو ده دلوقتي. بعد خلاص ما اتكلمنا في 11 تخصص، اكيد سؤال هيدور في بالك دلوقتي: طب انا هبدا بايه بالظبط؟ انا تخصص انا هبتدي بيه. هنا انا عندي قاعده بسيطه ولكن مهمه برضو، الا وهي ان مفيش تخصص احسن من التاني بشكل مطلق، في تخصص انسب لطبيعتك انت. طيب، الحاجه اللي احنا لازم نتفق عليها هي كل التخصصات فيها فلوس، كلها فيها فلوس كتيره جدا،
لو انت شاطر في تخصص تعرف تجيب منه فلوس، لو انت ما انتش شاطر في احسن تخصص مش هتعرف تجيب منه فلوس. دي بس ايه، دي خطوط عريضه كده انا بحطها لك، عشان دي برضو بتعمل زي ايه، دي اللي بتحرك الشغف بتاعك. فانا زي ما قلت لك، هو التخصصات كلها فيها شغل وفيها فلوس وفيها فجوات كبيره جدا، محتاجه فعلا ناس كواليفايد ان هم يسدوها. طيب خلينا دلوقتي اقول لك، لو انت شخص بتحب التحدي والتفكير مثلا زي البنتسترز، بتستمتع مثلا لما تكتشف ثغره بنفسك، فانت بنسبه كبيره هتروح مثلا للمالور اناليسيس او البنتريشن تيستنج مثلا. طب لو انت شخص منظم مثلا بتحب الاجراءات الواضحه والروتين المحسوب وهكذا، فالسوك اناليست او الايام ممكن يكونوا مناسبين جدا، مناسبين برضو ليه. لو انت شخص مثلا بتحب الكتابه والكوميونيكيشنز مع الناس كل الكلام ده، فالجي ار سي هيكون مناسب ليك برضو. طب لو انت جاي مثلا من خلفيه بروجرامنج او كده، لا، فهتلاقي الديف سوك اوبس ماشي معاك، الديف اوبس، الابلكيشن سكيورتي، الديف سوك اوبس، كل ده هيكون مناسب معاك. طب لو انت مثلا بتحب البحث والتحليل وان انت تربط ما بين الانديكيتورز، او تربط مثلا ما بين معلومات هي اصلا متفرقه ما بين بعضها، فالثريت انتليجنس هنا هيناسبك. النصيحه المهمه هنا، جرب خد كل تخصص وحاول تعمل زي تشالنج بسيط مثلا على تراي هاك مي او هاك ذا بوكس، او شوف فيديوهات ليه مثلا، شوف بعض المتخصصين في كل مجال من دولت على اليوتيوب. دي طريقه هتدي لك احساس حقيقي قبل ما تنفست شهور في تخصص معين. بدل مثلا ما تقعد سنه او 5 6 شهور تضيع وقت في مجال وبعد كده ترجع تقول ده المجال ده مش مناسب معايا. لا، في البدايه اسمع فيديو او مثلا فيديوهين او 3 او كراش كورس بسيط في كل تخصص من دول، والانسب ليك انت اختار. قبل ما نقفل الفيديو حابب برضو ادي لك زي مجموعه نصايح سريعه كده بتنطبق على اي تخصص انت هتختاره. اول حاجه الا وهي اللغه الانجليزيه هي اساسيه جدا في المجال ده. اغلب الريسورسز والتولز والسيرتيفيكتس كلها بالانجليزي، فلو لغتك ضعيفه لازم تبتدي تشتغل عليها بشكل مستقل بجانب رحلتك التقنيه. تاني حاجه الا وهي اعمل بورتفوليو، ودي من اهم الحاجات. ليه؟ الشركات مش هتعرفك غير لما انت يعني ايه تبرز نفسك، غير لما انت تقول لهم انا موجود اهو. يعني مثلا وثق رحلتك، اكتب على التشالنج اللي انت حلتها مثلا من منصات زي مثلا تراي هاك مي او هاك ذا بوكس، اكتب على ميديم او حتى صفحتك على لينكد ان. افتح حساب على جيت هاب، حط مثلا في اي سكريبت انت بتكتبه، اي بروجكت انت عملته في الكليه. دي برضو الحاجات اللي هتخليك متميز عن الاف الناس. خلي بالك الكوميونتي مزدحم جدا، بس فعلا في فرص، يعني في فرص. احنا اصلا عندنا فجوه، كان السيرت مطلع من فتره ان احنا محتاجين مش عارف باين حوالي كام مليون فرصه عمل في وظائف السكيورتي بشكل عام. فهو الكوميونتي مزدحم جدا، ونبين لك ان المنافسه عاليه وكل الكلام ده، بس الفكره كلها الناس بتمشي مع التقليدي او مع الحاجات اللي هي منتشره. فخليك انت عندك خريطه، خليك منظم، خليك صبور، اندمج مع الكوميونتي في جروبس على الديسكورد، وفي مثلا في بعض الفورums او في منتديات اللي هي بتكون متخصصه في كل تخصص من اللي انا كلمتك فيهم دولت. فان انت تندمج معاهم وتتكلم معاهم وتتناقش وتحل وتعطل وتسال كل الكلام ده هيفتح لك ابواب فرص، هيخليك متابع للليتست ابديتس في المجال ده، لان في التك اندستري المجالات كلها بتتغير بسرعه. اخر ورابع حاجه الا وهي خليك صبور. المجال ده مش ما تقدرش مثلا تقول انا هتعلمه في اسبوعين، هاخد فيه كورس، او مثلا هاخد فيه كورس مع مثلا مكان اكس او مكان واي او مكان زد وخلاص انا كده قفلت اللعبه. لا لا لا، الناس اللي وصلوا لمستوى ادفانسد فيه اخذوا سنين في التعلم والتطبيق المستمر. فما تستعجلش على نفسك، واهم نقطه انا دايما بقولها لنفسي حتى، ما تقارنش نفسك بحد تاني. في حد تاني ممكن الظروف بتاعته يكون مهيئة أحسن منك، ممكن هو بيستوعب أسرع منك، ممكن هو يكون معاه الفلوس اللي بينفست في الكورسات، ينفست في الشهادات، فبالتالي هو ظاهر قدامك. فهي الفكرة كلها أنت ما تحطتش في الكواليس بتاعت حياته ولا شفت اللايف ستايل بتاعته عشان تبتدي إن أنت تقارن نفسك بيه. ما تقارنش نفسك بحد نهائي. قارن نفسك أنت كنت إيه امبارح وهتبقى إيه النهاردة، ومخطط إن أنت تكون إيه بكرة. ده اللي هيخليك تحس ان انت بتتطور فعليا. يبقى احنا كده في الفيديو ده، هو كان فيديو تحسه طويل شويه ولكن اتمنى تكونوا استفدتوا منه فعليا. دلوقتي خلاص انت بقى عندك صوره واضحه عن السايبر سيكيورتي بالتخصصات بتاعته المختلفه. فبدل ما يكون عندك زي تشتت او مثلا عندك بلان او خلطه مش واضحه كده من المصطلحات، لا، احنا هنا في الفيديو ده حاولت ان انا اوضحه لك بالتفصيل. انا فعلا وقت ما انا بدات كنت اتمنى ان انا الاقي فيديو زي ده يوضح لي التخصصات دي بدون مثلا ما يقول لي روح ذاكر باج هانتنج مثلا، روح ذاكر ويب تيستنج، روح مثلا مش عارف ايه. لا، ما يعني ايه، ما انصحش دايما ان انت تروح على تخصص عشان حد لمجرد ان حد مثلا رشحه لك. يعني الاحسن ان انت تقف مع نفسك، تشوف انت تحدد الريكويرمنت بتاعته، تشوف المجال ده على المدى البعيد هل هيكون مناسب ليك ولا لا. كل التفاصيل دي لازم تكون عندك. طبعا زي ما قلت لك قبل ما تدخل في اي تخصص لازم الاساسيات الاربعه اللي احنا اتكلمنا عليها: اساسيات البرمجه، اساسيات الشبكات، اساسيات انظمه التشغيل، اساسيات السكيورتي نفسها. ماشي، تعالى كده ايه حتى
الوايت بورد تقريبا اختفت. يس، هي. خلينا كده ايه، نفتحها بس عشان برضو اذكرك بالاساسيات اللي احنا اتكلمنا عليها قبل ما نقفل الفيديو. طيب ما علينا، خلاص احنا كده ايه انتهينا من الفيديو. يعني هم كانوا اربع اساسيات بس، اللي هو اساسيات الشبكات واساسيات انظمه التشغيل والاساسيات بتاعه السكيورتي واساسيات البرمجه. جميل كده، جميل. فبكده احنا انتهينا من الفيديو بتاع النهارده. اشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديوهات القادمه. السلام عليكم.